من أصعب المواقف اللي نواجهها لما تروح تستلم مبلغ أو أي شيء معين مرسل باسم واحدة من أقاربك. توصل عند المكتب أو البنك أو غيره يقول لك لازم تجي بنفسها تستلم. يا ابن الحلال، هذه البطاقة وهذا التلفون وهذا رقم الحساب وهذا رقم الحوالة. يقول لك أنا آسف، ضروري تحضر بنفسها، وتضطر انك ترجع للبيت مشوار رايح جاي من اجل تجيبها وتثبت لهم انك مش نصاب. أكيد قد مر أكثركم بهذا الموقف والإجراءات الصارمة، لكن مواطن هندي قبل أيام مر بموقف أشد من هذا، لأن أخته قد كانت متوفية وما عنده أي إثبات، والبنك رفض يصرف له من حسابها، فاضطر إنه ينبش القبر ويوصلها إلى البنك. خلونا نشوف هذا الفيديو مشاهدينا. الحمد لله إنه ما كانش من الطائفة اللي يحرقوا الموتى. عموما هذه كانت آخر فقرات حلقة اليوم من برنامجكم كونكت. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بالمشاهدة. نراكم في الحلقة القادمة في ترندات ومواضيع جديدة. مشاهدينا الكرام، إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.